عزيزتي حواء، سر الرجل برج الدلو. الرجل الذي يتهرب من الزواج لأنه سيظل حزينا لفترة يودع فيها البشرية بأجمعها لأجلك، فأنت تعلمين بأنه يحب الناس جميعا، ومحنته الآن أنه يحبك أنت فقط من دون كل الناس، فهو ذو نوعية طيبة للغاية، ولأجلك ستبقى الحياة مجهولة لديه. إنه لأمر محزن حقا. أولى خطوات علاقتك به ستكون مبنية على الصداقة، وأنت الفتاة التي منحها اختياره وقلبه من دون الفتيات التي قابلها طوال حياته. لابد وأن تكوني أكثر إثارة مما أنت، فلا تتحدثي معه عن الحب والحب فقط، وإنما حدثيه عن آخر تطورات العلم، الانترنت، عن مشاكل الكرة الأرضية بأكملها، انقراض الحيوانات والنباتات، كل هذا وأكثر. فالرجل الدلو لا يبغي منك أن تكوني زوجة فقط تطارديه بحب عنيف أو تسوقيه إلى مهارات أنثوية، إنه يريد منك أن تقيمي علاقة من الصداقة المتينة بينكما، وهذا لا يعني مطلقا بأنه لن يبوح لك بحبه، بل سيبادر مباشرة بطلب يديك. ولكن الأمر لا يسير على نفس المنوال، وإنما سيتضرع بآلاف الأسباب لعدم الخطبة. من أهم الأسباب التي دائما يطرحها برج الدلو أنه يحب أهله ولا يستطيع أن يستغنى عنهم، وفكرة الانفصال لن تتحملها والدته، كما أنه ينفق على إخوته. أيضا ليس بالفتى الذي يستحقك أو الجدير بك، دائما على لسانه بأنه ممكن أن تتعرفي إلى شاب أحسن منه، وما إلى ذلك من حجج وأسباب، وعليك أنت أن تسقطي كل هذه الحجج. سيضطر لإيجاد حل لمشكلة الإنفاق على إخوته، وسترضين بالعيش مع أمه التي لا تستطيع أن تنفصل عنه. ثقي بزوجك الدلو وبكلامه كليا، وقدمي له الحرية بالدرجة التي يريدها، فهو بطبيعته إنسان ملتزم. أما إذا حاولت استجوابه في أمور معينة فيجاوب إجابات تمغص عليك حياتك، فلا داعي لكل هذا. الرجل الدلو إنسان منظم، يحب حياته، أولاده، زوجته، لن ينسى يوما عيد زواجكما، وبدون مقدمات سيحمل لك هديتك عرفانا بالشكر والسعادة التي يتمتع بها معك. عزيزي الرجل، هل تعرف ما هو سر المرأة برج الدلو؟ المرأة الدلو شخصية متناقضة في الحب والحياة، مما تعشق الحرية ولن تفلح في إثنائها عما احترفت القيام به، لكنك إذا منحتها قدرا من الحرية سيزداد إيمانها بك وستمنحك حياتها بأكملها. لا تنجذب إلى المال، فهي تتمنى دائما أن تكون أنت إنسانا مميزا بعقلك وشخصيتك لا بمالك، على أن تكون أغنى أغنياء العالم. هي امرأة مثالية لكل من يصادقها، إن كان عالما أو سياسيا أو رجل دين، فهي حادة الذكاء، تمتلك القدرة على إبراز شخصيتها والتأقلم مع كل المجتمعات، بدءا من المجتمعات الفقيرة وانتهاء بالمجتمعات الأرستقراطية وبخاصة المثقفة منها. إذا امرأة الدلو آخر ما تفكر به المال بالنسبة للرجل، تعشق العقل والاتزان، متيمة بالصراحة، قد تكذب عليك ولكنها تكره كثيرا أن يكذب عليها. تعاني دائما في ألم في أسفل الظهر وبين الكتفين، ضعيفة جدا أمام المرض. غالبا ما يكون سبب مرضها الجسدي مرض نفسي، فهي تتوهم المرض قبل حدوثه. إذا غضبت سارت، وإزالة الغضب من نفسها يحتاج إلى معركة طويلة. أروع ما فيها أنها ليست أنانية، امرأة غيورة جدا، غيرتها مميتة، تحب دائما استلام المجالس ولفت الأنظار. أروع ما فيها أنها سيدة منزل من الدرجة الأولى، دموعها قاسية، لا تبكي إلا إذا جرحت جرحا عميقا. لا تنجذب كما قلنا إلى المال، فهي تتمنى فيك أن تكون إنسانا متميزا بعقلك وشخصيتك.
ستثق فيك إلى أبعد الحدود، ولن تعاني معها من الشك والارتياب في سلوكها، ولن تبحث في جيوبك عن أموالك. لا تهتم بالنقود، لكنها لا تحب الإقراض أو الاقتراض، بل أكثر من ذلك أنها تخاف من الاقتراض خوفها من النار ذاتها، وتستطيع بسهولة تدبير كل أمور حياتها بما يتيسر عندها من أموال. فهي لا تحب أن تقترض المال، ولكن ممكن أن تقرض المال. سيدة جذابة، ثيابها أنيقة، أناقة غير مألوفة. جيدا، تعرف جيدا ما يليق عليها حتى ولو كان من الأشياء القديمة، فهي بحق تعرف كيف تلبي حاجاتها بدقة، فلديها نظرة خاصة إلى العالم، فلا تحاول تغيير قناعاتها وتبديل سلوكها، ولا تكن غيورا ولا ناقدا أو بخيلا أو باحثا وراءها فتغضبها حينها، وتفقد كنزا غاليا سيوصلك إلى مستقبل مشرق. الطفل برج الدلو، كيف نتعامل معه؟ هؤلاء الأطفال لديهم استقلالية جارفة وعناد غير معهود وإبداع أصيل ونادر، وكل ما يفكرون فيه من الصعب التنبؤ به، فأحيانا تظن أن طفلك الصغير عبقري، وحالات أخرى تخاف من أفكاره المجنونة حقا إنه لغز محير. طفل الدلو منذ الصغر سلبي النزعة، ولن يستمع إلى الإرشادات والنصائح والأوامر، بل سيفعل كل ما يحلو له. لكن يجب أن تعترف أمام طفل الدلو بأنه قادر، وأن له حلوله الخاصة العقلانية، ويرجع ذلك إلى موهبته وفطنته. وليست الأمور تسير كلها على ذلك المنوال، بل أحيانا يرتكب الفتى أو الفتاة من مواليد برج الدلو أفعالا وتصرفات غير متوقعة، لذا يجب عليكم حسن متابعتهم، فتربيتهم ليست بالأمر السهل، ولذلك يفضل التقاط الأفكار التي يفكرون فيها وتطويرها وصياغتها له بالشكل السليم. كن على استعداد دائم لأي طارئ يحدث لطفلك، فهو متقلب أحيانا، متفوق دراسيا، وأحيانا تخجلون من نتائجه في الامتحانات، ومن هنا يأتي دوركم في ترتيب أفكاره وتنظيم أوراقه. أهم النصائح لمواليد برج الدلو: أولا، تجد نفسك دائما الأفضل في قراراتك وأعمالك. انتبه، كل إنسان معرض للخطأ. لا تتدخل فيما لا يعنيك فتلقى شيء لا يرضيك. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. لا تثق كثيرا في الناس، وتعقل دائما قبل أن تتوكل. من ابتسم لك قد لا يناصرك، فالمجاملة والتكتيك هي أساس الحياة. ما تسمعه غير ما تراه، فالتروي من حكمة القرار. هذه هي كانت أهم النصائح لمواليد برج الدلو من 21/1 ل 19/2.